يناقش هذا الأمر اللي هو التعميم على الإعلام. أنا ما عممت، أنا كان ودي الأخ علي هو اللي يرد عليك، الأخ عادل هو اللي يرد عليك يقول لك بعض. أنا ما قلت إعلامي واحد بالضبط، قلت إعلامي واحد في حلقة قال الكلام هذا واحد. الشيء الثاني لم أعمم، أنا قلت بعض الإعلاميين، يعني أنا ضربت مثل بإعلامي استخدم الميول أثناء نقاش، وقلت إنه بعض الإعلاميين يسوون كذا كذا، قلت بعض. فأنت يعني مداخلتك ودي ما كان قلت عمم، عشان هنا شوف، هذه من ضمن التمويه على المستمع والمشاهد، لا تموه على المستمع. قل فيصل قال بعض، اتفق معك، بس تقول فيصل عمم وانت قلت الآن عمم، فيصل عمم على الإعلاميين، أنا ما عممت على الإعلاميين. طيب. يعيد، أنا قلت بعض الإعلاميين. تفضل. لا يعيد، لا تقول كلام يعني أنا قايله قبل دقيقتين، أنا قلته، بعد دقيقتين نسينا بعض وخلينا جميع. تفضل يعيد. طيب الآن يمكن أنت قبل شوي يمكن ذكرت حالات، حتى في نقاشك مع يمكن الأخ عادل ذكرت أنه في برامج عديدة، وذكرت أنه في أوقات قريبة، فما أعتقد أنها كانت حالة واحدة. أنا أتكلم يعني عموما في بعض القضايا ممكن حتى نطرحها على البعض، وإحنا يمكن حتى نحملها يمكن على الإعلام كله. أيضا الاتصال يمكن الأخ فواز أنا سمعته كان يعني في تأييد للفكرة، أنت يمكن استحسنت التأييد لهالفكرة. ما نقدر نعمم حالة حالتين، نتكلم عن الإعلام الرياضي إنه يطغى عليه الميول، أو نتكلم إنه حالة مثلا حتى ظاهرة، يعني هذه موجودة. أعتقد إنه الحديث دائما يكون عن الظواهر، ما يكون عن الحالات الشاذة. صحيح، الحديث دائما يكون عن الظواهر. أستاذ فيصل أنت صححت له، أنا ما صححت في الغالب. أنا أسألك طيب الحين أنت صححت له. طيب أنا ودي كان زي ما صححت له، كان صححت له لما قال فيصل عمم، كان قلت له والله عيد فيصل من هنا كتبت بعض، صح ولا لا؟ بس أنت ما دمت صححت لازم تصحح على الطرفين، ما تصحح على طيب تفضل، يعني تعطي كرتين أو ما تعطي كروت. فأنا واقف معاه صف لأنه هو إعلامي. هذا المشكلة احنا أخوي عيد أنت معنا على الخط. أنت ترى شوف الحين أخوي عيد اسمعني حبيبي، يعني يمكن اسمعني حبيبي. أولا إذا كنت تتكلم عن الإعلام فأنا ترى إعلامي من زمن طويل، يعني أنا كنت منتسب وما زلت أعتبر نفسي منتسب، وتأكد أني أنا لي رجعة للإعلام من خلال أي مجال، يعني كان سواء كان الصحافة المقروءة أو المرئية أو الإعلام المرئي. طول العمر هذا شيء يشرفنا بالعكس، واعتقد ممكن إضافة حتى للإعلام الرياضي وجودا فاعل. الله يحفظك، الله يخليك، هذا من لكن أنا ودي أعيد، أنا ودي دائما وأبدا الإعلاميين عندما ينتقدون، أنا أتكلم الآن كإجماع، الإعلامي عندما تنتقد يجب أن تقبل النقد، لأنك أنت ناقد وأنت أكثر واحد تؤمن بالنقد، فكيف تنقد ولا ترضى أحد ينتقد؟ بالعكس يعني أنا أكد لك يا عيد، اسمح لي طال عمرك، أنا أكد لك بأنه في الوسط الإعلامي، وأنا ذكرت وممكن أذكر لك عدد من الإعلاميين اللي موجودين في وسطنا الرياضي، والله الواحد يفتخر فيهم، مش على مستوى. أنا زرت دول كثيرة بحكم مهام عملي، آخرها قبل فترة كنت في دولة من الدول، قلت لأحد المسؤولين في الاتحاد، قلت يا أخوي أنا عندكم هنا ما شفت ولا إعلامي يحمل جنسيتكم، كل الإعلاميين اللي موجودين عندكم غير الجنسية اللي أنا الدولة اللي أنا فيها. فأنا أفتخر لما أشوف الإعلام السعودي سواء كان من يجري المقابلات، من يعلق على المباريات، من يغطي في الملعب، من يغطي في الإعلام المقروء والمسموع أيضا، كلهم ستاف سعودي، كلهم سعوديين، هذا مفخر لي. بس أنا لما أقول الكلام هذا يا أخوي عيد، أتمنى أنك ما تأخذه وكأني أنا أنتقد الإعلام، لا، أنا أبغى أقول لبعض الإخوان الإعلاميين اللي يستخدمون هذا الأسلوب في تعاطيهم الإعلامي، أنه يا جماعة إحنا نتمنى أن نكون الكمال صفتنا والكمال لله سبحانه وتعالى، بس نتمنى أن يكون الكمال في صفة، على الأقل أن لما نتعاطى مع قضية أو مع شيء نتعاطى معه زي ما قلت أنا، أنه إعلامي واحد أظهر ميوله أثناء نقاش وهو ناقد، فكيف أنت ناقد وتظهر ميولك؟ إذن هنا تترك مجال عند، إذا سمحت لي عادل، هنا تترك مجال عند المشاهد بأنه في خلل في هذا الإعلامي. كيف أنت جاي تنقد موضوع أو جاي تعلق على موضوع، وعندما احتد النقاش مع إعلامي آخر بانت الميول،
أثناء الحلقة هذه. أنا قلت لك هذه مسألة نسبية أستاذ فيصل، مع أكيد احترام وتقدير. لا أنا قد يكون أنت شفت أنه ظهر ميوله، وقد يكون هو كان يتكلم بمنطق وفكرة، يعني مش مشكلة. لا ممكن عندك خلفيات سابقة على الشخص وبالتالي تقرر أنه والله أتكلم على حسب ميوله. أباخذ إذا كان عندك تعليق عيد وبعدين. لا أنا مع الأستاذ فيصل بالعكس في حديثه. أنا يعني في نقطة السلبيات موجودة في الإعلام السعودي. نعم. لكن هو كما ذكر الحين يمكن قال إنه الإعلام السعودي أنا هذا شهادتي وأنا منتسب له. نعم. رغم السلبيات هو يمكن الأفضل يمكن نعم. حتى في المنطقة موجود. نعم. مثل ما يتحسس المسؤول في اتحاداتنا عندما مثلا تنتقد الكرة السعودية وهي الأفضل في المنطقة، تمام، وهي مثلا يمكن اللي وصلت في المنطقة إلى إنجازات كبيرة لم تصل لها يمكن دول حتى سبقتنا. أعتقد أنه حتى الإعلامي يعني يستفز مثلا بعض الطروحات. نعم. لما تكون تركز مثلا على سلبيات معينة وهي سلبيات بسيطة ويترك مثلا إيجابيات كثيرة. أنا أقول إنه الإعلام الرياضي وهذا رأيي إنه مواكب لإنجازات الكرة السعودية، كما أن الكرة السعودية برأيي هي الأفضل في المنطقة، الإعلام الرياضي هو الأفضل أيضا في المنطقة هنا. أنا أتمنى إنه يعني يمكن يجيب على السؤال الآخر عشان ما ننساه مع أهل. طيب أبشر ولا يهمك. اللي هو خصوص التدخل يمكن الاتحاد والقدم وأمانة القدم في حسم الكثير من الجدليات. يعني طيب. أتمنى. شكرا لك. سعيد والله بسمع صوتك يا عيد. بطولات وتصنيف البطولات. شكرا لك عيد. نتحدث عن خلينا من موضوع الإعلام الآن، خلينا نتكلم عن تصنيف البطولات. يعني في بعض الأمور تثير الاحتقان وتزود المشاكل ما بين الأندية، المفترض من الأمانة تدخل. وتحدثنا عن موضوع الآن تصنيف البطولات، ويقودني هذا الحديث عن موقع الاتحاد السعودي اللي لو وجد بشكل منظم وواضح وحل كل هالأمور وحط الأرشيف كامل كان حل المواضيع كلها وأصبح مرجع رسمي. بالتأكيد. بس أوضح نقطة أنه مش الأمانة الاتحاد هي اللي تصنف البطولات. البطولات يجب أن تصنف من قبل اللجنة الفنية، لأن لازم يعرف الجميع مع انتهاء كل موسم رياضي مجلس إدارة الاتحاد ينعقد ويصدر بيانه النهائي بالبطولات المعتمدة، أنه النادي ألف حقق بطولة كذا، نادي باء حقق بطولة كذا، نادي جيم حقق بطولة كذا. القرارات هذه بتأكيد مجلس إدارة الاتحاد هذا ينقل للجنة الفنية، واللجنة الفنية تبدأ تصنف البطولات أو تركن الخانات هذه عليها. مثلا الأرشيف، معليش خلينا الآن حاليا ما عندنا مشكلة، تكلم عن الأرشيف سابق. ما لكم جهود بأنكم تقومون بهالدور، يعني تزيلون مثلا الأمر اللي يثير الاحتقان ويصير خلاص جهة رسمية معتمدة؟ شوف أخوي عادل، أنت تتكلم عن أرشيف من عام 56 إنشاء الاتحاد السعودي لكرة القدم. ما في أرشيف من عام 56. لكن لو سألتني عن الأرشيف المرحلة الحالية موجودة عندنا. هذا واحد. يتكلم عن أي مرحلة تقصد؟ المرحلة الحالية يعني من تواجدك أنت ولا أنا أتكلم طبعا من تواجدي أنا في الأمانة بالإضافة إلى كم سنة قبلها بس. هذا اللي موجود في الاتحاد. يعني لو طلب الاتحاد الدولي معلومات مثل ما قلت عن البطولات السابقة ما تقدر تمدونهم؟ لا نمدهم، كيف ما نمدهم؟ موجود ولكن طب هذا اللي يبغى لك ترجع إلى ملفات يعني قديمة جدا. أنت قاعد تتكلم عن عادل، أنت تتكلم عن 56 إلى الآن، 56 ميلادي إلى الآن. المعلومات هذه مش محدثة. أنت تحتاج إلى أول شيء تحديد زي ما قال الأخ عيد، وزي ما أنت الآن توضح. أنت تحتاج أول شيء تصنف البطولات، كيف تبغى تتعامل معها. أبعطيك مثال حي. كأس الأمير فيصل كيف تبغى تتعامل معها السنة هذه؟ تبغى تصنف بطولة فئة عمرية ولا تبغى تصنف فريق أول؟ هذا ما حد ناقشه إلى الآن في الإعلام ولا حد ذكره. لكن إحنا مع اللجنة الفنية نجتمع، وطلبنا من اللجنة الفنية، أنا طلبت من اللجنة الفنية أنها يجب أن تعمم على الأندية، يا الأندية المشاركة في هذه البطولة ترى البطولة هذه تصنف كذا، عشان لا يجي بكرة نادي مثلا. تصنف ليش طيب؟ اتفقتوا ولا لسه؟ يعني بكرة لو اللقاء بعد 24 ساعة كان أعطيتك الخبر. اتصل عليك، ما عندنا مشكلة. ما عندي مشكلة. أهلا وسهلا فيك وحق شرعي، حق حصري لكم. شكرا لك. ليش احنا حريصين على الأمر هذا؟ ما نبغى البطولة تحسم وتروح لنادي وبعدين يعرف النادي هذه هل هي بطولة محسوبة أو غير محسوبة. طيب. هذه واحد. خلنا نعطيك أيضا موضوع آخر. في بعض البطولات الحين الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلينا نتكلم عن الاتحاد ما نتكلم عن الأندية عشان لا يزعلون على أي نادي كان. نتكلم عن الاتحاد السعودي لكرة القدم.
أنت لما تجي تقول لي المنتخب السعودي حقق كم بطولة، أقول لك المنتخب السعودي حقق مثلا كذا بطولة. هل وصولنا لكأس العالم هي بطولة؟ صنف لي إياها. ما تقدر تصنفها. لازم إذا نرجع إحنا في الاتحاد ونبدأ نصنف الأمر هذا. هل الوصول إلى بطولة، إلى كأس العالم، كأس آسيا بطولة في كأس، طيب. لكن كأس العالم أنت ما حققت كأس العالم، أنت شاركت في إذا هذا يسمى إنجاز. طيب المشروع هذا مطروح؟ أنا أقصد الحديث عن أنتم كان عندكم الظاهر اليوم في الدليل القاطع الأستاذ أحمد نعم. صادق رياض. نعم. يا ريتكم سألتوا السؤال هذا. هو سؤال عمله يعني أتحدث عن هالموضوع، ولكني أسألك كأمين العام للاتحاد السعودي، إنه مشروع الاتحاد السعودي وليس مشروع لجنة، يعني لأنه مشروع له علاقة بأرشيف سابق. صحيح. طيب خلينا نتكلم أو أخذ عبد الكريم الزامل الكاتب الرياضي. مساء الخير، أو مساء الخير لسه ما تعدينا. مساء الخير عبد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أخوي عادل وأحيي الأمين العام للاتحاد السعودي. أهلا بك أستاذ. تفضل. الحقيقة بس أنا عندي بعض النقاط أو بعض الاستفسارات اللي هتكون مختصرة. تفضل. لكن بس أنا ودي أعقب على أخوي عيد الثقيل اللي قبل شوي مداخلته بالنسبة للإعلام الرياضي، وتحدث أنه يواكب التطور الرياضة السعودية في الفترة الأخيرة. أنا من وجهة نظري أن الإعلام السعودي الفترة الأخيرة تفوق على الإنجازات اللي تتحقق، وأصبح الإعلام الرياضي سبق من وجهة نظري ما يحدث الآن من خلال الإنجازات اللي تتحقق الكرة السعودية لم تعد مثل ما كانت في الماضي. مثل الأستاذ فيصل يعلق على هذا الأمر. نعم. لكن أعود لصلب الموضوع وما يخص الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم. تفضل. أولا في بعض الاستفسارات، التواصل اللي يتم بين الأمانة والأندية، هل زال التواصل من خلال الفاكس والهاتف أم من خلال التقنية الحديثة مثل الإيميل وغيره؟ هذا الاستفسار الأول. الاستفسار الثاني أيضا في موضوع حقوق اللاعبين وخاصة أو المدربين في أندية الدرجة الثانية والأولى أو غير المحترفين. ما هو دور الأمانة العامة في تحصيل مثل هذه الحقوق، خاصة أن أنا الحقيقة اطلعت على بعض الأمور اللي تخص بعض اللاعبين والمدربين اللي لهم حقوق ولم يوفقوا في تحصيل حقوقهم من خلال الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم. طيب. النقطة الثالثة بس أنا بعطيك إياها على أساس إني ما أطول عليكم وأتمنى إني أسمع منها إجابة. بالنسبة لتنظيم المسابقات، طبعا أعرف الآن المسابقة الأولمبية كأس الأمير فيصل بن فهد، الحقيقة معظم اللي يمثل هذه الفئة من الطلبة، يعني أعتقد إقامة مبارياتها بوسط أسبوع لا شك أنه مؤثر على مستقبل اللاعبين الدراسي. النقطة الرابعة، الحقيقة دور الأمانة العامة للاتحاد السعودي غير واضح من خلال مثلا كتيبات أو بروشورات لما يحاول إعلامي أو بعض المنتسبين للأندية الاطلاع على مهام ومسؤوليات الأمانة، قد يكون في